في الأرض المسطحة مدار الجدي هو أكبر المدارات، أما في الأرض الكروية فخط الاستواء هو الأكبر، يعني أن الإسقاط الكروي والإسقاط المسطح متساويان إلا في مدار الجدي. لذلك التغير في حجم القارات والبلدان يكون في الأماكن الواقعة على مدار الجدي كما هو واضح في الصور. السوق ده بيشتغل من يوم السبت ليوم الخميس، 6 يوم في الأسبوع بيتم فيها التداول من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5 مساء. موقعه الجغرافي المتميز وسط دار حمر، حوله يوجد مرعى طبيعي كبير جدا ينتشر فيه الضان الحمري، لذلك بيستهدفوه المنتجين لهذه السلالة بصورة يومية على أساس أنهم يبيعوا مواشيهم في هذا السوق. من الضأن والإبل والأبقار والماعز، السلالات المتنوعة ذات اللحوم الجيدة خالية تماما من الأمراض والوبائيات، مما وفر البيئة المناسبة. وأكثر ما يفضح هذا التلاعب هو رحلات الطيران. تجد العجب عندما تتابع مسار رحلات الطيران في الدول الواقعة على هذا المدار. لم يستطيعوا التلاعب بالرحلات الحقيقية وتوقفاتها، ولكن قاموا بتسجيل رحلات مزيفة على مواقع حجز الرحلات بجانب الرحلات الحقيقية. ومن هذه الرحلات المزيفة هي الرحلات من أستراليا إلى أمريكا الجنوبية، التي تبدو وكأنها رحلة قصيرة على خريطة الأرض الكروية. وبما أن هذه الرحلات المزيفة مدتها قصيرة، بالتالي سيكون سعرها أرخص، الأمر الذي سيجعل زوار المواقع يحجزون هذه الرحلات دائما. ولحل هذه المشكلة قاموا بتطويل مدة الترانزيت أو التوقف في هذه الرحلات لأكثر من يوم، وبهذا يكون مجمل ساعات الرحلة مع التوقفات مقارب للرحلات الأخرى الحقيقية. وأيضا جعلوا أسعارها غير منافسة لكي لا يختارها الناس، فالهدف منها أن تكون معلومات مضللة تبعد الشك وتموه على الباحثين. وإذا حدث وأن اختار أحد هذه الرحلة يجدها محجوزة بالكامل، ويعرضون عليه خيارات أخرى من الرحلات التي تمر عبر أمريكا الشمالية أو الشرق الأوسط، لأنه فعلا هذا هو المسار الحقيقي والأقرب. أما هذا المسار أو هذا المسار الذي يظنه البعض السوق فيه يعني كميات كبيرة جدا جدا من الضان الحمري الأصيل، بالإضافة إلى الأبقار محسنة وأيضا الماعز وهنالك الإبل. السوق جاذب وبيجوه تجار من جميع أنحاء السودان، ويمكن التعامل راغي جدا جدا في المكتب من ناحية بتاعت رسوم، وتوجد برضو بالنسبة للترحيل ما فيه مشكلة، الناس يعني بيرحلوا بسهولة، ويعني ما زي هناك. حتى المراعي برضو موجودة يعني على مسافة يعني لا يعني ما بعيدة من المدينة، في قرى في ريف النهود، والمواشي ذاتها بتجي من غبيش ومن القضية، وبتجي من الدمجمة والسديرات وفوجة وأرمل. يعني السوق جاذب، وهو يمكن يكون سوق وسطي وسنتر بالنسبة لجميع المحليات اللي هي The fortunate fowl checked into a deluxe hotel here, to a room, not to the kitchen. Pumpkin and Pecan, believe it or not, got first-class seats on an airplane called Turkey One to California. So, what now? Well, these turkeys are on a roll, so to speak. They pecked away at it a little bit, and basically, yeah, I think they enjoyed it. They didn't say much. They were too busy eating. So that's a good sign. They order anything from the wine list? No, they're more wild turkey type drinkers, I think. And it just kept getting better. In the Rose Garden, President Bush announced the names chosen in an online vote. 2 new pilgrim cities have been built near Jeddah to accommodate them. Fleets of buses are provided to take them the 50 miles to Mecca, and new roads, built by British and Italian engineers, have been laid down to smooth the journey. But above all, Saudi Arabia is the guardian of the Muslim religion. A century ago, making this dash across the desert meant risking attack from nomadic raiders who grew rich on loot they took from the caravans of the faithful.